السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير بصحه جيده ان شاء الله. جيتكم بواحد المعسله رائعه البنات، معسله بدون ورقه بسطيله او لا ورقه الفيلو. جات اكثر من رائعه، زوينه بزاف 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 بزاف، بالاسرار ديالها الرائعه، معمره بكاوكاو، زوينه بزاف البنات. كنتمنى تبقاو مع هذا الفيديو، انا متاكده غادي يعجبكم. معسله يا سلام البنات، جات زوينه. زوقتها بكاوكاو، هذاك راه غير كاوكاو، درت له ملون غذائي باش جا بحال البيستاجي اختي زعما. ايوا كنتمنى ان شاء الله تبقاو مع هذا الفيديو، ما تنساونيش من اللايك ونقولوا بسم الله على بركه الله. وهنا البنات غنقولوا بسم الله على بركه الله. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، من بعد ما جبته وحمر سلقته في الماء والحامضه البنات، ها نتوما، وطحنته عادي، حمرته بعدا، دخلته الفران، درت له غير شويه الزيت ما بين يدي هكا، ودخلته الفران، حمرته فران عادي ديال البوطه. العافيه عليه من الفوق ومن التحت حتى تحمر ليا غير شي شويه، يذهب وصافي. هانتوما ما محروق ما والو، وما فيهش النسمه ديال الكاوكاو، يعني ديك الريحه ديال الكاوكاو ما كايناش فيه. المهم عندي معلقه ديال القرفه، وعندي مسكه الحره البنات، اللي بغى يديرها يديرها، ما بغاش يديرها ما يديرهاش، كتعلق شي شويه وصافي. مسكه الحره والقرفه معلقه. عندي هنا نص كاس ديال الزبده مذوبه، وغنجمع الخليط ديالي بالماء الزهر. انا درت هنا نص كاس البنات، وغادي نشوف، غادي نجمع وغنشوف عيني ميزاني. هنا البنات غادي ندخل داك الماء الزهر، انا كما قلت لكم غندير غير نص كاس، وغادي نبدا ندخل هاد المكونات كاملين في هاد الكاوكاو ديالي اولا الفول السوداني، حتى كيتجمع ليا مزيان، كيتجمع باش منين نبغي ندير له بحال هكذا لقاه كيتجمع ليا البنات معسل. ها نتوما بحال هكذايا، واخا راه غنزيد له شويه ديال الماء الزهر. هو ماشي بحال اللوز، يعني كيطلق داك الزيت ديالو، كنبقى نعرك فيه هكذايا. غادي نجمعو وغنديرو فواحد طبيفل، وغادي نخليه باش ندوز نعجن معكم العجينه المورقه الرائعه البنات، الزوينه الرائعه والله البنات، زوينه ما تحتاجوا لا ورقه بسطيله لا ورقه الفيل ولا حتى شي حاجه البنات. هاد العجين سحري وزوين. صافي البنات، دابا راه ولا كيتجمع بسهوله. هانتوما باش حتى بغينا نشكلوه يجينا ساهل وما يبقاش يتفرتس معانا. هانتوما هو تجمع صافي. دابا غادي نحيدو، حيت غنبغي القصريه غنعجن فيها. نحيدو البنات على جنب ونرجع معكم ان شاء الله باش نعجن العجين ديال. وهنا البنات غنقولوا بسم الله على بركه الله في العجين ديالنا. غادي ندير معلقه صغيره الملحه، واحد النسمه، الا كان عندكم هذيك النسمه ديال الزهره البنات ديروها، انا ما عنديش، غندير الزهر. عندي خماره، عندي نص كاس ديال الزهر، ماشي نص كاس، شي 4 المعالق ديال الزهر البنات، 4 المعالق الزهر. بسم الله على بركه الله. عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال دانون مسوس، عندي معلقه د العسل البنات. العسل كتعطيه واحد القرمشه زوينه بزاف. عندي نص كاس ديال سنيده، الحلاوه على حسب الذوق. وغادي نخلط الخليط ديالي بكاس ديال الماء البنات. انا كنخلط وانا كنشوف شحال يدخل ليا، حيت ما بغيتش تجيني جاريه. انا غنشوف شحال غادي تدخل ليا.
غادي نعجن عجينتي عاديه وما بغيتهاش تكون جاريه، يعني عاديه تكون شاده في راسها. ها الماء اللي شاط ليا، يعني خدات ليا كاس د الماء، هذا راه كاس ونص هنايا، خدات لي كاس د الماء هو اللي دخلت فيها. وها العجين ديالي جمعتها عاديه، يعني جمعتها عاديه، ما كتعركوها ما والو البنات، ما كتعركيها ما والو، يعني غير كتجمعي العجين ديالك وصافي. غادي نقسمها على القطع ديالي اللي غادي ندير، غنشوف شحال غتخرج ليا. خرجت ليا 5 د القطع بحجم شويه كبير. غادي نحاول نقص منه شي شويه، ما غندير لا طحين لا زيت لا والو البنات، غادي نلولبها بحال هكا وغادي نخليها، ما غندير لا طحين لا زيت لا حتى شي حاجه. هنا درت واحد الطبيص البنات فيه النشا، درت فيه نشا وفيه نحط داك الكويرات ديالي اللي غادي نلولب من طبيعه الحال بلا طحين بلا زيت بلا حتى شي حاجه. وغادي نقص منهم شي شويه حيت سطح العمل عندي شويه صغير، ما غاديش يكفيني باش نطلقهم، خصني غير كويرات يكونوا صغار شويه بحال هكذا صافي. وغادي نحطهم هنايا كاملين. هنا البنات من بعد ما لولبت هاد الكويرات ديالي غادي ندردر عليهم النشا كاملين، غادي ندير لهم النشا وغادي نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي وغنخليهم، غادي نخليهم واحد شويه 11 دقائق ان شاء الله ونرجع نشكلهم معكم. وهانتوما معايا ما تمشيو فين اختي، الا وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش بواحد اللايك ديالك الزوين الرائع، والله يجازيكم بالخير والله يحفظكم يا ربي، يحفظ لكم وليداتكم وتشوفوهم كما بغيتو وتمنيتو يا ربي يا ربي، امين يا رب العالمين. صافي وغادي نجمعهم هكذا وغنخليهم على جنب حتى شي شويه غير يطلقوا لي باش نقدر نخدمهم. وهانتوما معايا هنا البنات من بعد ما طلق لي العجينه ديالي عندي الزبده شريت ديال بواطا البنات، شريتها غنديرها كامله، غادي نطيبها حتى تولي لي نوازيط. ملي تولي نوازيط عاد نطفي عليها كيتحرق النشا البنات. غنستعمل بالنشا، درت نشا وغنطلقوا داك الكرات ديالنا، غنطلقوهم كاملين تقاده وحده. هنا البنات الكرات ديالي كاملين غنطلقهم بالنشا، غنستعمل بالنشا من طبيعه الحال، غنطلق وحده على وحده، يعني انا كنطلق وانا كنحط وحده على وحده وما بين الوحده والوحده كندردر عليهم النشا. كندير نشا مزيان البنات ما بين الوحده والوحده، كندير نشا مزيان وكنبقى هكا طبقات حتى نسالي الطبقات ديالي كاملين، غنساليها نتوما تشوفوا، نساليهم كاملين وغنغطيهم بواحد البلاستيك. ومن بعد غنجيبهم بيد من ما يرتاح واحد 5 دقائق، غنجيبهم وغادا نبدا نسرح فيهم كاملين البنات، غنسرحهم مزيان على قد سطح العمل ديالي اللي عندي، غنسرحهم مزيان وغندير واحد الطاوه غندير على القد ديالها وغنقطع دوك الجناب بطبيعه الحال ما غاديش نضيع دوك الجناب. وهنا البنات غنبقى نشكل الحريبلات ديالي وغنديرهم في العجين، غنشكلهم هكايا على حريبلات هكذايا على العجين كامل، وغنشد العجين ديالي وغندورو غير دوره وحده البنات، ما غندوروش بزاف، دوره وحده وغنلصق غير بالماء. بغيتو ديروا البيضه البنات ديروا البيض، غادي نلصق غير بشويه د الماء صافي وغندير دوره وحده وغنقطع. غنبقى غادا على هاد الشكل، غنحطوها على البلاصه اللي قطعناها، اللي تقطع غنديروه من التحت ونحاولوا نبركوا عليها بحال هكذا شي شويه. الطاوه من طبيعه الحال البنات ضروري تدهن بالزيت، ضروري تدهن بالزيت. غنديروا
غنشكل معكم وحده ثانيه البنات نفس الشكل اللي درت في الاول. كنديروا واحد البودان هكذايا، وكندور دوره وحده البنات، دوره وحده باش ما تجيناش العجينه معجنه بزاف وفيها العجينه بلا حتى حاجه. راه كيجيو مقروشين البنات زوينين. كنجيب الطاوه بطبيعه الحال، هذاك التقطيعه هي اللي كنديرها من التحت، وللفوق راه كنديرو من الفوق وكنتكي عليها شي شويه، كنتكي عليها وكنخلي واحد المسافه بين العجينه والعجينه، بين البودان والبودان كنخلي واحد شويه، واحد المسافه صغيره. المهم الفيديو راه موضح راسو البنات. كنعاود ندير نفس المشكل نفس الطريقه. هذا مكان البنات. المهم انا ما كنعرفش نفسر البنات ما تديمش عليا، ما كنعرفش المونطي هكايا ونبدا نهضر. كنبغي الفيديو على طريقته، ولكن ما عندي ما ندير، كان فيه صداع، هذاك الشيء علاش حيدته. وهنا البنات من بعد ما صايبتهم كاملين هانتوما، دابا غنشدو واحد الموس يكون ماضي وغادي نبداو نقطعو. انا غنبدا من هنايا نقطعو بحال البريوات. ضروري يكون ماضي البنات باش كيساعدنا في التقطاع. غادي ندير ديك الزبده اللي انا ذوبت، غادي ندهنها بها كامله. وبطبيعه الحال الفران راه مشعول يعني سخون، غادي ندخلها الفران سخونه البنات. غادي نشعل عليها العافيه من التحت وغنحطها هي من الفوق. انا عندي فران د الغاز، غنشعل عليها من الفوق من التحت البنات ونحطها هي من الفوق حتى طيب ليا من التحت. ونهبطها تحمر غير شي شويه من التحت. وغندير السقوه اللي غادي نسقيها بها. وهانتوما معايا البنات غادي يدوز بعدا واحد 10 دقائق البنات، وغادي نخرجها من الفران. غنزيدها شويه الزبده وعاد ندخلها تكمل الطياب ديالها وندير لها السقوه ديالها ان شاء الله. وهانتوما معايا ما تمشيو فين. هنا البنات عندي 2 كيسان ديال السكر، هادو هما 2 كيسان اللي عبرت بهم السكر. غندير بهم 2 كيسان د الماء الكاس الثاني، وغندير واحد القطعه د الحامض. عندي واحد القطعه د الحامض البنات. غادي نطرب كل شيء وغادي نغليهم، غادي نطيبهم يعني حتى يولي الخليط ديالي كيغلي، حتى يولي الخليط ديالي كيغلي. هذا هو السيرو اللي غادي نسقي بهم هذوك المعسلات ديالي. صافي غنديرهم فوق البوطه ونخليهم حتى يغلي باش نسقي بهم المعسلات ديالي. وهنا البنات غادي نخرجوهم كما قلت لكم 10 دقائق، وغنعاود ندهن عليهم ديك الزبده اللي انا ذوبت، وعاد ندخلهم يكملوا الطياب. بطبيعه الحال غادي ندهنهم كاملين. كدوز 10 دقائق كنرجعوا نبزقوهم شي شويه بالزبده. هذيك الزبده هي اللي كتعطيهم ديك التقرميشه كتجي زوينه. دابا غادي ندخلهم صافي يطيبوا ان شاء الله، ومن يطيبوا نرجع معكم. وهنا ملي خرجت المعسلات ديالي يا البنات بطبيعه الحال غندير لهم داك القطر هو سخون، والمعسلات حتى هما سخونين يعني سخونين. عاد خرجتهم من الفران وغادي نسقيهم مزيان داك القطر اولا سيرو. غادي نسقيهم مزيان 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 مزيان، وغنعاود ندخلهم الفران غير واحد 5 دقائق غير حتى يشربوا ليا هاد السيرو اولا القطر يشربوه. وعاد نخرجهم ان شاء الله نشكلهم معاكم. وهانتوما معايا ما تمشيو فين. جاو اكثر من رائعين البنات، زوينين بزاف بزاف بزاف، مرقين على حقهم طريقهم بطبيعه الحال. غادي ندخلهم الفران واحد 5 دقائق ونرجع معاكم. وها النتيجه الاخرى البنات جات اكثر من رائعه، زوينه بزاف، والريحه يا سلام بلا ما نقول لكم. ريحه كاوكاو وريحه الزهر وريحه القرفه كتحمق البنات. هاد المعسلات رائعين بطبيعه الحال ديال رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والرزق والتيسير، ولا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا ووليداتكم يا ربي. كنتمنى هذا الفيديو الى عجبكم ما تنسونيش من طبيعه الحال اللايكات الزوينين ديالكم والبارطاج البنات الى عجبكم الفيديو.
ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر باذن الله.